السلام عليكم. وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا للمزيد من العطاء والتألق. السلام عليكم ورودي ومرحبا بكم معايا في وصفه اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه لزياده الوزن واللي هي مكون اساسي واللي هو الزنجلان او السمسم بمسميات دول عربيه اخرى. عندي هنايا 200 غرام ديال الزنجلان، وعندي كذلك واحد الياغورت طبيعي او منكه باي نكهه كتحبوا نتوما. المهم الياغورت كيبقى حسب الرغبه ديالكم. كناخذ ديك 200 غرام ديال الزنجلان او السمسم، كنقيه مزيان حتى كنحيد منها هذيك الاتربه اللي كتكون عالقه، وكذلك دوك الاحجار الصغيره. كيف ما كتعرفوا الزنجلان البلدي تيحتوي على بزاف تاع الاتربه، ضروري خصكم تستعنوا بهذا الغسل اللي درت لي انا. كتغسلوه مزيان اكثر من 3 مرات حتى كيتصفى. كيف ما كتشوفوا معايا التراب تيبقى حتى لتحت ملي كنغسلوه، يعني خصكم تبداو تغسلوه فيه حتى كتصفى لينا داك الماء، ما كيبقاش فيها حتى شي تربه. من بعد كنخليوه في المصفاة كيتسقطر. من بعد ملي كيتسقطر كنجيبوا واحد المقلاة ثقيله كنديروها كتسخن فوق البوطه، وكنكبوا عليها هذاك الزنجلان وكنبقاو نحركوا فيه حتى كينشف لنا من داك الماء وكيبدا كيطرطق. فوا كيبدا كيطرطق تعرفوا بانه راه تحمر. القياس ديالو ما تحرقوش، يعني حمروه تحمر عادي. من بعد كناخذوه وكنطحنوه في واحد الطحانه كهربائيه حتى كيولي على شكل بودره. ملي كيولي على شكل بودره ديك الساعات عادي باش يمكن لينا نستعملوه. واحد الملاحظه صغيره، ضروري خصكم ديروا الزنجلان البلدي، لان الزنجلان البلدي تيكون يعني كيف ما كنقولوا تيكون غني بالزيوت، ماشي بحال الزنجلان الرومي اللي تيكونوا استخلصنا منه دوك الزيوت لاغراض تجميليه او اغراض اخرى. ضروري خصكم تاخذوا الزنجلان البلدي باش هكذا تستافدوا منه اكثر. وهو اللون تاعو راه ذهبي كيف ما تنقولوا، غادي للحموريه واحد شويه. كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا غنطحن في الزنجلان. كيف بالنسبه لطريقه الاستعمال، كناخذوا ملعقه الى ملعقتين كنديروهم في الياغورت اللي كتختاروا على حسب النكهه اللي كتحبوا نتوما، كتخلطوهم مع بعضياتهم. وبالنسبه للاوقات اللي يمكننا ناكلوا فيها هذه الوصفه، ضروري تاكلوها بعد الاكل، ويستحسن تاكلوها مره بعد الغداء، وكذلك مره اخرى بعد العشاء. تنكونوا واكلين مزيان عاد باش يمكن لينا ناكلوا هاد الوصفه باش هكذا كتجيب معنا نتائج. وبالنسبه للاشخاص اللي كيعانيو من بومزبي، انا ديما كنقول هاد الملاحظه، ضروري خصكم تستعنوا بالوصفات نتاع بومزبي باش تخلصوا منه، باش هكذا هاد الوصفات تاع زياده الوزن تجيب معكم نتيجه. وبالنسبه للوصفات تاع زياده الوزن ان شاء الله غادي نخليها لكم مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع اصدقائكم باش هكذا تعمل فائده اكثر.